بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهاردة أنا هتكلم في رموز أو بعض الرموز في الأحلام اللي هي بتاعة روث البهائم أو الغائط بتاع الإنسان. فأنا هتكلم عن الرموز دي وعلى ماذا تدل. يعني لا هتكلم على كذا دلالة ليها، بماذا تدل للتاجر والشخص العادي وهكذا. يعني إن شاء الله يكون فيديو مفيد ليكم، لعل وعسى ربنا ييسر الأمر والفيديو ده يكون منفعة لحد أو بشرة خير لحد. ولكن أنصح للي بيتفرج على الفيديو، أنا منزل فيديو بيتكلم عن الفرق بين تفسير القرين، إن أنا أفسر لك حلمك عن طريق القرين أو عن طريق الكتاب والسنة. فاللي بيسمع الفيديو ده ياريت يدخل على القناة ويجيب الفيديو اللي هو مكتوب عليه الفرق بين تفسير القرين والكتاب والسنة، هتستفيد منه بإذن الله تعالى. طيب احنا هنبدأ نتكلم عن الروث بتاع البهائم. هو على العموم يعني ان روث البهائم دوت في معظم حالاته البهائم اللي هي اي روث حيوان انت شفته، مادام الحيوان ده بيؤكل لحمه، فانا بشوف ان هو بشكل عام بيؤدي الى الرزق والخير والسعادة. اي حيوان او انت شفت روث حيوان بيؤكل مثل الجمال والابقار والاغنام، فاذا شفت روث الحاجات دي فانا بشوفه ان هو حلم مبشر ليك باذن الله تعالى. هنبدأ يعني في رمز الرزق والمال مثلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يعني روث البهائم بيدل على مال يكتسبه الرائي، يعني إذا كان الحيوان ده بيؤكل لحم. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. إذا واحد تاجر، يعني مثلا للمزارع للتاجر، بيرمز الروث ده للتاجر لنمو الأعمال بتاعته، للزيادة في الأرباح. ده للتاجر. مثلا لو واحد مزارع شاف روث البهائم في المنام، فده بيرمز للخصوبة، للإنتاج بتاع الأرض بتاعته، هكذا يعني. عندك هنا برضو في شيء تاني، إذا كان الروث دوت لحيوانات لا يؤكل لحمها، يعني مثلا اللي ما بيؤكلش لحمه مثل الكلاب والسباع والضباع، إذا شفت حاجة زي كده فربما يكون الحلم ده تحذير أو تنبيه ليك، لأنه ربما في بعض الأحيان روث الحيوانات التي لا يؤكل لحمها دايما يعني بيشير إلى ربما يكون يعني واقع عليك ظلم، أو في مال حرام في الموضوع، أو في عندك هموم. حسب الرأي بيفسر الحلم بدقة، ولكن أنا بديك يعني إيه اللي هي مثلا رموز، يعني رموز، يعني بديك رموز اللي هي يعني إيه أساسية يعني. عندك هنا تاني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني يعني حاجات كتير، يعني مثلا اخش مثلا عندك في رؤية الغائط بتاع الانسان او البراز بتاع الانسان. رؤية البراز بتاع الانسان عامة، خروج البراز. يعني اذا مثلا اعزكم الله، اذا يعني شوف ان انت بتقضي حاجاتك، يعني خروج البراز في المنام، ربما انت لو تعبان فده بيرمز لشفاء، بيرمز ان في هم، بيرمز لراحة بال بعد تعب. كده يعني انت اذا حلمت انك انت بتتبرز، فده دليل على تخلصك من امر او شيء، من تعب جسماني، او ان شاء الله يكون خروج لك من كرب او شدة، هكذا. عندك برضو اعزكم الله البراز برضو في بعض الاحيان يدل البراز على ما يخرجه الإنسان إذا تبرز في مكان مخصص. يعني أنت مثلا أنت النهاردة اتبرزت في المكان اللي هو المرحاض، فإذا رأيت أنك تتبرز في المرحاض، في المكان اللي يخص التبرز أعزكم الله وأنا آسف يعني، فده دليل إن أنت بتنفق مالك في مكان صحيح. ربما أنت بقى بتنفقه على الأهل، يعني دليل على إنك أنت بتنفق مال على الأهل، أو أنفقت مال على الأهل، أو أنت أخرجت زكاة، وإن شاء الله الزكاة دي تكون صحيحة وفي مكانها بإذن الله تعالى. شيء بقى تاني محذر في رؤية البراز،
يعني انت اذا رأيت مثلا انك انت بتتبرز في الشارع، في مكان عام، في الشارع او في مكان عام او في بعض من الناس بيشوفك هكذا يعني، فانا بشوف ان الحلم ده بيكون غير محمود، او تحذير ليك، تحذير ان انت يعني ربما في سر هينكشف. يعني انت اذا رأيت نفسك بتعمل الشيء ده في مكان عام، فربما انت عندك سر والسر ده هينكشف، أعزكم الله، وربنا يحفظكم ويراعيكم بإذن الله تعالى. أو ربما يكون تحذير ليك لو أنت تاجر، إنك أنت تقع في خسارة مالية، أو إن أنت تكون داخل على أمر وحلمت الحلم ده، فأنت عليك إن أنت تستخير ربنا فيه. أمر مثلا أنت كنت هتنفق فيه مال أو تجارة أو شيء، فأنت إذا رأيت الحلم ده إن أنت تتبرز في مكان عام، فأنت خد حذرك، لأنه بيكون شيء تحذيري ليك. ربنا بعت لك شيء تحذيري ان انت تفكر في الامر قبل ما تتقدم في خطوة واحدة. برضه هنا اذا رأيت ان جسمك يعني مليء بالبراز، يعني جسمك او ثيابك مليء بالبراز، فربما ده ان انت نفسك بتفضفض لشخص او بتقول سرك لحد، والحد ده ربما هيقولوا لبعض الاشخاص هكذا يعني. ففي بعض الأحيان بتبقى في أحلام تبشيرية وأحلام محذرة، ولكن لما تيجي تعمل إجمالي الموضوع، فأنا بشوف إن روث البهائم التي يؤكل لحمها على العموم إن هي مبشرة بخير. ولما تيجي تحسب البراز بتاع الشخص أو الغائط بتاع الشخص عزكم الله، فهو برضو في معظم حالاته بنسبة كبيرة بيبقى مبشر بإذن الله تعالى. ولكن أنا حبيت إن أنا أقول الرموز اللي هي المهمة. فإذا كنت وصلت معايا لحد هنا في الفيديو، من فضلك